الشهرة دلوقتي بقت صناعة زيها زي أي صناعة في العالم، يمكن هي من أكتر الصناعات اللي بتجيب فلوس. في بلاد دلوقتي بتحاول بكل الطرق إن هي تتشهر على السوشيال ميديا عشان الاقتصاد بتاعها يرجع زي الأول تاني، وكل ده بس بيبقى عبارة عن ترند. الموضوع كله بيبدأ من ساعة ما واحد بيكون قاعد رايق وبيشوف فيديو فبيعجبه فبيشيره مع صاحبه، وصاحبه بيشيره مع صاحبه، وصاحبه بيشيره مع صاحبه فاهم قصدي؟ ويفضل الموضوع ده يتكرر لحد اما الفيديو يكسر الدنيا ويبقى الترند والناس كلها تبقى عارفاه. وبعد ظهور الترند ده تبدأ لعنة شركات الانتاج والاعلاميين. الناس اللي عاوزين يطلعوا جنيه من اي حاجة حرفيا بيبتدوا يستخدموا الفيديو او الميم ده في ان هم يروجوا المنتج بتاعهم. بس للاسف اول ما بيستخدموا الفيديو او الميم خلاص بينتهي، احنا نروح للي بعده بقى. بس الفكره ان قبل 2019 كان بيتم حلب الميم لمده 3 4 سنين عادي. يعني انا متاكد ان في الحاجات اللي قبل 2019 الترندات اللي كانت بتحصل في لسه ناس بتستخدمها. انا متاكد ان في حد في الكوكب في مكان ما في جزيره ما لسه بيستخدم لغه الديب ويب. ده بالنسبه للترندات الاورجانيك اللي هي خلاص حاجه كويسه فعلا، اللي هو حاجه دمها خفيف وبتتشير والناس كلها بتضحك عليها ووقتها وبيروح. بس في حاجات بقى الناس بتزقها لازم تبلعها غصب عنك، زي ترند هادية غالب مؤخرا. وده كده الفاينل لوك. طبعا ده يطرح بيه فاشن ويك، يطرح بيه حفله ريد كاربت. انا مش عايز اجيب سيرتها في الفيديو عشان ما يبانش ان انا عايز فيوز، بس بصراحه عايز فيوز. ده انا هحط صورتها في الثامب كمان. بس انا مش فاهم ليه الناس كلها بقت مهتمه بواحده بياعه هدوم. يعني انت عندك واحد من اشهر البراندات اللي موجوده في مصر، توحيد والنور، ما حدش يعرف اسم صاحبه. يعني قول لي انت اسم صاحبه ايه؟ ما حدش يعرف. ليه بقى هاديه غالب هي اللي تطلع ترند وتاكل الجو، والراجل اللي عنده فروع في كل حته في مصر ما حدش عارف اسمه؟ ونقطه تانية سيئه، الرياليتي شو بتاعها انت متخيلها فين؟ ليه مش عاملين رياليتي شو قصه صعود محمد السبال مثلا؟ 36000 36000 ايوه 36000 جنيه. طب وانت جبت 36000 ليه؟ مش الرقم اخويا الزبال عم الدنيا. دي فكره كويسه، الراجل عنده قصه والله احسن من قصه هاديه غالب، قصه مثيره انا عايز اعرفها. الفكره في الموضوع ان هاديه غالب وراها ناس كتير شغاله معاها، تيم ماركتنج، تيم سوشيال ميديا، مش عارف هو بس تيم ماركتنج وتيم تلبيس. يعني انا عاوزك تتخيل هاديه غالب دي من سنتين بالظبط كانت فين؟ ما كانش حد يعرف عنها حاجه. انا متاكد ان ساعتها ما كانش عندها فيسبوك، بس هي عندها الحاجه اللي متحكمه بالناس اللي متحكمه بالسوشيال ميديا، وهي الفلوس. انت لو معاك فلوس تقدر تشهر بسهوله فشخ. وطبعا يعني الطرق معروفه، بان انت تعمل اعلانات، او ان انت تعمل رياليتي شو، او ان انت تدفع اليوتيوبر عشان يتريق على المحتوى بتاع الرياليتي شو بتاعك. الله اعلى واعلم، انا ما قلتش حاجه، انا ما اعرفش حاجه، جاست اجس. وعلى هذا الاساس في ترندات كتير بتطلع وبتبلعها غصب عنك لمجرد بس ان الشخص اللي وراها هو معاه فلوس. احنا عايشين في مجتمع الناس فيه بقت تفتخر بعدد السبسكرايبرز اللي عندهم. حاجه في منتهى العبط والجهل بصراحه يعني. ممكن تعملي سبسكرايب. الفيوز بقت طاغيه فشخ. يعني مين كونتنت كريتور مش شغال 24 ساعه على فكره عشان يطلع ترند والناس كلها تتكلم عنه، وفي الاخر الفكره بتجيب 50 فيو مش بتنجح؟ يعني انا متفاهم والله ان انت متخيل ان 10 حقائق لا تعرفها عن مي كساب حاجه مهمه بالنسبه لك، بس هي مش مهمه بالنسبه للناس يعني. لان الفكره في الشهره ان هي تعتبر تخصص، وفي ناس فاهمه فيها زي ما قلت لك، في ناس تاخد فلوس عشان تشهر، يعني فاهم الفكره؟ فالمعلومات اللي معاهم هي مش معلومات موجوده مع اي حد. وبعدين دلوقتي هي مجال بقى زيه زي الطب والهندسه والمحاماه، مجال وفي ناس فاهمه فيه وبتاخد عليه فلوس. احنا في 2024 يا اسطى، انا شغال بشهر الناس. فانت عندك دلوقتي مصانع للمشاهير، وده بيكون طعم خام لاي بيزنس موجود في العالم حاليا. لان كل بيزنس في العالم ايا يكن هو ايه، هو محتاج السوشيال ميديا، هو محتاج شخص مشهور يماركت للمنتج بتاعه، لان ده الكنز اللي هو شايفه قدامه. يعني والله يعني انا هعمل بيزنس بتاعي وهجيب الشخص ده، او انا شفت الشخص ده جاب مليون فيو. يعني انت متخيل يعني انا في مليون واحد هيشوفوا الاعلان بتاعه وهيشتروا مني. وفي النهايه المشروع مثير للشفق فشخ لما يعمل اعلان مع واحد تيك توكر كل سبب شهرته مبني على حاجه واحده بس، وهي انا ابرع لهم بيه واديهم شهاده موضوع الجن صاحب اطول شعر في العالم، واديهم المشاط والشامبو وكل حاجتي. انا ابرع بيه المستشفى 57 357 اطفال السرطان. ده جزء من تاثير السوشيال ميديا على المجتمع بالنسبه لو انت يعني شخص معاك فلوس وكده، فاهم؟ انما لو انت واحد زي يعني اللي هو واحد بقى اللي هو الدنيا جميله يعني، فاهم؟ واحد عايش، واحد بتنفس اكسجين، فاهم؟ ببلاش الحمد لله. هتلاقي تاثير الترندات اللي موجوده في المجتمع ان هي بتلاقي صحابك بيهزروا بنفس الطريقه في اي حاجه موجوده. مش عاوز اقول لك الموضوع قد ايه بضان انت تكون قاعد مع شخص وفجاه تقول
يعني انا متفاهم ان هو ده من الناس اللي هتدخل الجنه من غير ما تتحاسب، بس بيكون رده يعني ان هو في الشارع اللي وراه. يعني انا بكون عاوز اجيب سوزي الاردنيه دي واعذبها، غير ان بيبقى في كراهيه غير مبرره للشخص اللي مش عارف الترند. انت ايه اصلا؟ انت مش عارف الترند بتاع السوق الشرقي ده؟ انت شادين يا جدعان على الجهل اللي انت فيه يا جدعان. او في لسه حد كده بالضعف الجدا، هو بيبقى متخيل ان هو مكانه خبير استراتيجي في وكاله المخابرات الامريكيه، ان هو شخص متابع كل حاجه وعارف اخبار كتير قوي عن العالم، فهو متخيل ان هو مكانه احسن من كده. هو للاسف حياته مخبطه شويتين 3 4 10 20. لغايه دلوقتي احنا اتكلمنا عن تاثير الكونتنت على الناس، ما اتكلمناش عن تاثير الكونتنت على الكونتنت كرييتور ذات نفسه. الموضوع مؤذي شويتين، فعايزين نركز في التفاصيل اللي جايه. اي شخص على الانترنت كان بياخد حقه فشخ زمان لما كان يتشهر. يعني هو يقدر يعمل حاجه اللي اتشهر بيها دي لمده 2 3 ومفيش اي مشكله، او كل الناس هتفضل تتفرج عليه والناس هتتابعه عادي ومش تزهق من نفس الحاجه اللي بيشوفوها بقى لهم 3 سنين. بس الكلام ده قبل 2019، قبل ما يجي البرنامج اللعنه ده تيك توك. بقى في اكتر من مليون مشهور دلوقتي في العالم. اكتر من مليون اكتر من احنا 8 مليار بني ادم صح؟ 9 مليار واحد بيعمل كونتنت على التيك توك، انا منهم عامه. بس شهره التيك توك غير شهره اي منصه تانية. انت هتطلع تعمل اغبى حاجه ممكن تعملها في حياتك، والناس عشان هي قاعده ملانه مش لاقي حاجه تتفرج عليها هتبتدي تتابعك وهتتشاف في كل حته وهتكسر الدنيا، وفجاه هتعمل اعلانات هنا وهيجي واحد بقى من بعيد كده في اخر الطرقه هيقول لك ده انا هحط الشهاده هتلاقيه بيحط شهاده. فاهم؟ فعادي ده سلسله حياتنا بقى لنا 3 4 سنين. بس الفكره ان انت بتفضل تتشاف لمده شهر بس بالكتير، وخلاص بعد كده تبتدي فيوزك تقل لحد ما تختفي خالص. ويمكن التيك توك بيقفل الاكونت بتاعك اللي هو خلاص يعني فعلك كفايه ولا كأنك جيت السوشيال ميديا. وده بسبب ان كل شهر في شخص جديد بيعمل حاجه اغبى من اللي انت عملتها، فبيطلع يتشاف ويتشهر ويطلع ترند. فانت عندك كل شهر في شخص ترند جديد. يعني انت لو حسبتها عندك على اخر 10 شهور في كام واحد طلع ترند واتنسى بعدها بكام شهر، هتلاقي في كتير فشخ. يعني انت عندك كمثال الشاذلي بالظبط من 7 شهور كان اشهر واحد على التيك توك في مصر. هو دلوقتي بقى عباره عن جورنال الوسيط، وبقى بيعمل اعلانات لاي حاجه في الدنيا غير الحاجه اللي هو اتشهر بيها. بس ما اعتقدش ان الشاذلي ممكن يبقى شخص كونتروفيرشال والناس كلها تتكلم عليه تاني زي زمان. وبرده بالظبط على نفس المنوال عمرو بيلا مصر كلها اتكلمت عنه من 5 شهور بالظبط، بس دلوقتي محدش مهتم. هو لم بتاع 10,000 واحد بيتفرجوا على كل فيديوهاته خلاص يعني. بس ان انت تفقد شهرتك دي يمكن احسن حاجه ممكن تحصل لك بعد ما تتشهر، لان الشهره زي ما لها تاثيرات ايجابيه وان انت بتتشاف والناس بتتصور معاك في الشارع والناس بتحبك، هي لها تاثير سلبي. كون ان انت اي حاجه انت بتعملها هي متصوره ومتشافه وكل الناس متابعاها، هي مش اكتر حاجه مريحه نفسيا يعني لاي بني ادم عموما. يعني كمثال عندك عم احمد نور الدين، الراجل ده بيعيش اسوأ فترات حياته بجد. يعني انا بشوف والله بجد بشوف الزعل فيه. يعني انت فاهم؟ انا لما اكون زعلان بجد بتخيل عم احمد نور الدين. انتوا قابضين يا جدعان، انتوا قابضين فلوس عشان تضايقوني؟ يعني حد مقبضكم عشان تزعلوني وتضايقوني؟ وكل الناس اللي حواليه من بعد ما اتشهر هم عاوزينه بس يقول لهم وراك فراخ بالبصل الاحمر عشان ياخدوها وينزلوها عندهم على اكونت. 20,000 فيو ده ايه؟ خلاص شهرة ولا ايه؟ ومش مهتمين حرفيا الشخص ده بيعاني قد ايه، وان هو مش فاهم السوشيال ميديا ماشيه ازاي، ومش فاهم خطوره الحاجه اللي هو بيعملها ان هو يقول عنوانه ويدي تفاصيله الشخصيه على النت. ده غير كل ده الراجل ده عنده شغف يعمل كونتنت مش موجود عند يوتيوبر عنده 1,000,000 مشترك. بيتعلم مونتاج ويقعد يهندس الفيديو عشان يطلع لك كونتنت نضيف تتفرج عليه. في الاخر مش بيجيب فيوز، بس لما بيقول حاجه ملهاش اي معنى وملهاش اي لازمه بتتشاف وتكسر الدنيا ويرجع ترند تاني. زائد ان هو بيطلع لايف كل يوم وبيعمل نفس الحاجه وبيطلع مع نفس الضيوف بيحاولوا يطلعوا منه نكته عشان يعملوا سكرين ريكورد. وتبقى عم احمد يا ايه بقى ايه دي حاجه بالنسبه لهم مضحكه فشخ. هي مضحكه فشخ بس الموضوع مأساوي شويه يعني. فاهم؟ عم احمد البني ادم الوحيد اللي انا ممكن اتراجع عن قرار ان انا امسح التيك توك بسببه. هو الشخص الوحيد اللي بفتكره اول ما اجي خلاص ديليت ذيس اب تفتكر عم احمد، لا ارجع. ده كله زائد الناس اللي بتتعامل معاه ان هو كنز فيوز. يعني هتلاقي اعلامي ما جددش الكارنيه من 2011 طالع وجايب عم احمد نور الدين معاه في فيديو عشان بس حسابه على التيك توك لسه ما وصلش 10,000، فهو حاسس ان شكل حسابه وحش فقال لك لا ده احنا نطلع نعمل تعاون مع عم احمد هنجيب فيوز وهنكسر الدنيا سوا يعني. والفيديو في الاخر بيجيب بتاع 30,000 فيو، او بالنسبه له ده نجاح عامه. بس هو بيبقى متخيل ان هو بيساعد عم احمد او ان هو رايح عشان يعمل خير، وهو مش فاهم ان احنا فاهمين ان هو اللي هو بيعمله ده بس عشان الفيوز. الناتج النهائي من كل ده ان عم احمد برضو بيفضل ميم يعني. مفيش حد خلاص بيحاول يحسن صوره الراجل ده في نظرنا كبني ادم، مش مجرد ميم على النت. وفي مثال برضو للناس اللي هي بتطلع تجيب شخص من المفروض ان هو يكون بيتعالج من اي مرض ايا يكن هو ايه، ويطلع
يطلعوا على النت بقى لمجرد ان الناس تضحك عليه. ده مش عارف ايه. زي واحد اسمه علي كابوكا، يعني الواد ده عامل الاكونت بتاعه عشان يطلع الناس اللي عندهم داون سيندروم كلهم في فيديوهات. حرفيا كل الفيديوهات بتاعته كده، هو بس اللي هيقول اسمه وبعدها البلد، خلاص كده كون كونتنت. باشا البلد فالنتينو البلد، باشا البلد، باشا البلد. وفي امثله كتيره لناس برضو اتاذت من السوشيال ميديا. انا والله عايز اطول الفيديو عن كده، بس في امثله كتير فشخ. عندك تامر الجيار، عندك مؤمن الديب، عندك الناس اللي هي كانت المفروض ما تتشهرش اصلا بس اتشهرت بالغلط واتشهرت بحاجه غير اللي هم عايزين يقدموها، فاتاذوا في الاخر. فين ايام ما كان عندي 5000 سبسكرايبر وكنت بفشخ اي حد براحتي. بس لازم نقول كده. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.